السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب حبايبي، طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هشرح لكم الدرس الثاني من مفهوم التكيف والبقاء. بس قبل ما نبدأ الدرس عايزة أطمن إننا فاكرين الدرس الأول كويس، علشان كده عملت ليكم امتحان صغير على أهم النقاط. هتلاقوا رابط الامتحان موجود تحت في الوصف. جربوا تحلوا قبل ما تدخلوا على الدرس التاني، وبعد ما تحلوا يلا بينا بقى نخش على الدرس التاني. تعالوا نفتكر كده يا أبطال، ايه هو التكيف؟ تخيلوا معايا لو الحيوان لقى نفسه في مكان حار جدا وهو مش عارف يتصرف، ايه اللي الحيوان ده هيعمله؟ بالضبط مش هيعرف يعيش. علشان كده ربنا خلق للحيوانات حاجة اسمها التكيف. طب يعني ايه التكيف؟ يعني ازاي الحيوان او الكائن الحي يقدر يعيش ويتأقلم مع المكان اللي هو فيه، وهو لو معرفش يتأقلم فهو ممكن يموت. طيب زي ايه عشان انا مفهمتش؟ زي لما خدنا كده في الحصة اللي فاتت في الدرس الأول الزواحف زي سحلية الصحراء عملت ايه لما كان الجو حر؟ قررت تدور على مكان فيه ظل. ليه؟ علشان تقدر تعيش. فاللي عملته ده اسمه تكيف. يعني ايه؟ يعني حاجة هي عملتها علشان تحمي بيها نفسها من الجو الحر اللي موجود في الصحراء. طب بكده ايه هو مفهوم التكيف؟ التكيف سمة بتميز الكائن الحي وبتساعده على البقاء والتكاثر في البيئات المختلفة. يبقى ايه هو التكيف؟ سمة بتميز الكائن الحي، حاجة موجودة في الكائن الحي بتعمل ايه؟ بتساعده على البقاء والتكاثر في البيئات المختلفة. وعندنا نوعين مهمين للتكيف، ايه هما؟ التكيف التركيبي والتكيف السلوكي. طب ايه هو التكيف التركيبي؟ هو تغيرات في شكل جسم الحيوان. طب يعني ايه عشان انا مفهمتش؟ يعني حاجة ربنا أنعم عليه بيها موجودة في جسمه، مخلوق بيها، مش هو حاجة قرر يعملها. طيب ايه هو التكيف السلوكي؟ يعني الحيوان بيغير تصرفاته علشان يقدر يعيش. طب يعني ايه برضو؟ يعني الكائن الحي هو اللي قرر يعمل الحاجة دي، هو اللي قال أنا هعمل كذا. ليه قال كده؟ علشان يقدر يعيش. طب أنا مش فاهم. طب زي إيه مثلا؟ يلا بينا نخش على الأمثلة علشان نفهم. تعالوا نشوف أول مثال، وأول مثال هو هجرة الطيور، وده تكيف سلوكي. لو بصينا في السماء لما تيجي كده الشتاء هتلاقي الطيور واخدة اخواتها وبتسافر لمكان تاني. ليه؟ علشان المكان اللي هي كانت فيه بقى برد وكمان مفهوش اكل. فالطيور بتعمل ايه؟ بتقول لاخواتها يلا بينا نطير بعيد عن المكان ده. ليه؟ علشان تلاقي اكل ودفى، لان الطيور مش زينا هتفتح الدولاب وتلبس لبس تقيل، لا هي بتهاجر من مكان لمكان تاني علشان تلاقي ايه؟ اكل ودفى. فبتسافر من بلد لبلد مسافات كبيرة جدا علشان تلاقي ايه؟ اكل ودفى. زي مثلا لما نلاقي الدكان اللي جنبنا قافل فبنعمل ايه؟ فبنروح للسوبر ماركت ابعد شوية علشان نشتري الحاجة اللي احنا عاوزينها. فالطيور لما تلاقي المكان
بقى مفيهوش أكل وكمان مش دفء، فهي بتعمل ايه؟ بتهاجر لمكان تاني، وده قرار هي خدته علشان تقدر تعيش مع تغيرات المناخ. وده هو التكيف السلوكي، سلوك هي عملته علشان تقدر تعيش. تاني مثال وهو الطاووس، والطاووس من برضو التكيف السلوكي. الطاووس كائن جميل جدا جدا، تحسه كده لوحة فنية، سبحان الله. الطاووس بقى في موسم التزاوج بيفرد ريشه الكبير الملون، سبحان الله، زي اللوحة الفنية. ليه؟ علشان يجذب الإناث. زينا مثلا لما نروح فرح أو عيد ميلاد بنلبس لبس شيك وألوان تحفة. ليه؟ علشان نبان شكلنا جميل. فاللي الطاووس عمله ده اسمه تكيف سلوكي، هو اللي قرر يفرد ريشه علشان يجذب الإناث. تالت مثال عندنا وهو البطاريق. البطاريق عارفين طبعا ان هم عايشين فين؟ زي ما خدنا في الدرس الأول، صح، عايشين في القارة القطبية الجنوبية. يعني ايه؟ يعني في مكان برد جدا. فهم بيعملوا ايه علشان يتدفوا؟ غير بقى التكيفات اللي عندهم زي ما خدنا برضو في الحصة اللي فاتت. علشان بقى يتدفوا بيعملوا حركة جميلة جدا، بيتجمعوا مع بعض زي كده الحضن الكبير. زي مثلا لما احنا الشتا بتيجي بنقعد كلنا في أوضة واحدة وتحت بطانية واحدة. ليه؟ علشان نتدفى. وده بقى بنسميه ايه؟ تكيف سلوكي. البطاريق هم اللي قرروا يتجمعوا مع بعض ويعملوا كده حضن كبير علشان يقدروا يتدفوا. يبقى كده التكيف السلوكي هو تغير في سلوك الكائن الحي، يعني هو اللي قرر يعمل الحاجة دي. يبقى لما يجيلك اكتب المصطلح العلمي. ما هو التكيف السلوكي؟ هو تغير في سلوك الكائن الحي. النوع الثاني من التكيف وهو التكيف التركيبي. طب ايه هو؟ حاجة في جسم الحيوان ربنا أنعم عليه بيها علشان يقدر يتكيف مع الظروف. طب مش فاهمين؟ طب زي ايه؟ زي مثلا لو فاكرين الدب القطبي في الحصة اللي فاتت، ربنا أنعم عليه بإيه؟ برافو، أنعم عليه بفراء كثيفة. ليه؟ علشان هو عايش فين لو تفتكروا كده؟ برافو عليكم، عايش في القطب الشمالي. علشان كده ربنا أنعم عليه بفراء كثيفة علشان تحميه من برد القطب الشمالي. طب الفراء ديت بنسميها ايه؟ الفراء ديت ربنا أنعم عليه بيها علشان يقدر يتكيف. يعني ايه؟ يعني دي حاجة موجودة في جسمه، مخلوق بيها، فبنسميها تكيف تركيبي. حاجة موجودة في جسم الكائن الحي ربنا أنعم عليه بيها. تاني مثال وهو الجمل. والجمل بقى بنسميه سفينة الصحراء. ليه؟ علشان الجمل عايش في الصحراء وسط الرمال. ربنا أنعم عليه بإيه؟ ربنا أنعم عليه بأقدام عريضة ومسطحة. ليه؟ علشان يقدر يمشي فوق الرمال وما يغرسش فيها. فربنا أنعم عليه بإيه؟ أنعم عليه بأقدام عريضة ومسطحة علشان يقدر يمشي فوق الرمال بكل سهولة. زي مثلا لما بنروح البحر وبنمشي على الرمال، بنمشي بإيه؟ بنمشي بشبشب علشان رجلينا ما تغرسش في الرمال. طيب اللي عند الجمل ده حاجة مخلوق بيها، ربنا أنعم عليه بيها. يعني إيه؟ يعني ده بنسميه تكيف تركيبي، حاجة في جسمه مخلوق بيها.
تالت مثال وهو شكل مخالب الصقر. الصقر عنده في أرجله مخالب، ليه؟ علشان تساعده على عملية الصيد، لأن الصقر كائن مفترس، فالمخالب بتساعده على التمسك بالفريسة وما تهربش منه. فدي حاجة موجودة في جسمه بتساعده على الصيد، فدي تبقى ايه؟ تبقى تكيف تركيبي، لانه حاجة موجودة في جسمه ربنا انعم عليه بيها، مخلوقة بيه. يبقى كده لما يديك مثال ويقولك ده تكيف تركيبي ولا تكيف سلوكي، بتبص على الكائن الحي وبتبص على الحاجة اللي بيسألك عليها، لقيتها هي حاجة هو مخلوق بيها يبقى تكيف تركيبي، لقيتها حاجة مش مخلوق بيها يبقى تكيف سلوكي. يبقى كده باختصار التكيف السلوكي هو تغير في سلوك الكائن الحي، يعني هو اللي قرر يعمل الحاجة دي. زي ايه؟ زي هجرة الطيور، تجمع البطاريق والطاووس. أما التكيف التركيبي هو تغير في تركيب أحد أجزاء الجسم، يعني ربنا أنعم عليه بحاجة في جسمه علشان تساعده في التكيف. زي إيه؟ زي فراء دب القطبي وقدم الجمل ومخالب الصقر. كده فهمنا التكيف السلوكي والتكيف التركيبي. تعالوا ناخد شوية أسئلة علشان نظبط المعلومات ديت ونكمل. تعالوا بقى ناخد شوية أسئلة علشان نثبت المعلومات دي ونكمل باقي الدرس. أول سؤال، علل شكل مخالب الصقر. ليه شكل مخالب الصقر كده؟ ليه؟ علشان تساعده على الصيد. 2، الدب القطبي فراءه كثيفة. ليه فراء الدب القطبي كثيفة؟ لتحميه من برد القطب الشمالي، علشان احنا عارفين ان الدب القطبي عايش في القطب الشمالي، فربنا أنعم عليه بالفراء الكثيفة علشان يقدر يتكيف مع ظروف القطب الشمالي. السؤال التاني، ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارة الآتية: تسافر الطيور مسافات طويلة في الشتاء. الإجابة صح، لأن الطيور بتسافر في الشتاء لأن المكان اللي كانت فيه أصبح برد وكمان مفيهوش أكل. 2، التكيف ممكن يكون تركيبي أو سلوكي. الإجابة صح، لأن احنا قلنا إن التكيف ليه نوعين، تكيف تركيبي وتكيف سلوكي وشرحنا ده. 3، شكل قدم الجمل يعتبر تكيف تركيبي. الإجابة صح، لأن قدم الجمل عريضة ومسطحة علشان يقدر يمشي على رمال الصحراء. 4، أقدام البطريق لا تتجمد يعتبر تكيف سلوكي. الإجابة خطأ، لأن أقدام البطريق لا تتجمد مش علشان هو قرر إن أقدامه مش هتتجمد، لأ، ده تكيف ربنا أعطاه ليه، ربنا أنعم عليه بيه، يعني تكيف تركيبي موجود في جسمه، يبقى الإجابة خطأ. السؤال الثالث، ما المقصود بالتكيف التركيبي؟ التكيف التركيبي هو تغير في تركيب أحد أجزاء جسم الحيوان، يعني حاجة ربنا أنعم عليه بيها علشان يقدر يتكيف، حاجة هو مخلوق بيها. بعد ما خدنا كده شوية أسئلة بسيطة، يلا بقى نكمل الدرس ونعرف إيه هي التكيفات التركيبية والسلوكية اللي موجودة في الحيوانات. وهناخد منهم 4 حيوانات، 2 في الفيديو ده و2 إن شاء الله في الفيديو الجاي، وهنتكلم عن 2 من الثعالب في الفيديو ده، ثعلب الفنك والثعلب القطبي. بس قبل ما اكلمكم عنهم لازم اعرفكم ايه هي الصحراء
وإيه هي أنواعها؟ الصحراء مش معناها بس رمال، لأ، الصحراء هي أي مكان بيقل فيه المطر، علشان كده بيبقى صعب تلاقي في المكان دوت نباتات أو حيوانات كتير، وكمان ما بيكونش فيه غذاء أو ماء أو بيوت أو حياة سهلة كده زي المدن، بتلاقي الأكل بسهولة والمية، وتلاقي مدن وفي حياة في المدن. أما في الصحراء مفيش أي حياة. طيب، كل الصحاري رمال صفرة زي اللي بنشوفها كده في الصور؟ طيب، كل بقى الصحراء عبارة بقى عن رمال صفرة زي كده اللي بنشوفها في الصور؟ لا، عندنا بقى نوعين من الصحراء: صحراء باردة جافة وصحراء حارة جافة. والصحراء الحارة الجافة دي بقى اللي بنشوفها مليانة رمال والجو فيها حر. طب زي ايه؟ زي الصحراء الشرقية والصحراء الغربية، بتبقى مليانة رمال والجو بيبقى فيها حر وبيندر فيها الغذاء والماء. طيب، يعني ايه جافة؟ يعني بيبقى ما فيهاش امطار، زي ما انا قلتلك ان الصحراء هي اللي بيقل فيها الامطار وبيقل فيها الغذاء والماء. يبقى الصحراء الحارة الجافة بيبقى فيها ايه؟ رمال والجو فيها حر وكمان ما بيكونش فيها امطار. طيب، ايه بقى الصحراء الباردة الجافة؟ الصحراء ديت موجودة في الاماكن اللي فيها تلج وجليد، زي مثلا القطب الشمالي والقطب الجنوبي. الجو بيبقى شديد البرودة والتلج بيغطي معظم الأرض، وبيبقى مفيش حيوانات كتير هناك، بيبقى مفيش غذاء، بيبقى مفيش نباتات، بتبقى الحياة شبه منعدمة. علشان كده سميناها صحراء باردة. طيب، إذا الصحراء مش شرط تكون رمال، ممكن تبقى رمال أو ممكن تبقى جليد. طيب، بعد ما عرفنا إن في صحاري حارة وصحاري باردة، تعالوا بقى نشوف الحيوانات اللي بتعيش في الصحراء الحارة والصحراء الباردة، وإزاي هما بيتأقلموا مع الجو الحر أو الجو البرد ده. طيب، تعالوا نتكلم عن ثعلب الفنك. ثعلب الفنك لون الفراء بتاعته بني زي ما خدنا كده في الدرس الأول، وهو بيعيش في الصحراء، علشان كده هو بيبقى نفس لون الرمال، الفراء بتاعه بيبقى نفس لون الرمال. طب ليه؟ علشان يقدر يتخفى، علشان يصطاد الفريسة، فربنا أنعم عليه بالفراء البنية. طيب، هو بيعيش فين؟ بيعيش في الصحراء الحارة الجافة. طيب، إيه اللي بيساعده على الجو الصحراء الحارة؟ اللي بيساعده هي التكيفات اللي في جسمه. يعني ايه تكيفات في جسمه؟ يعني هو مخلوق بيها. زي ايه؟ اول تكيف عنده وهو اذنان طويلتان. طب هي ليه طويلة؟ علشان تساعده على تبريد جسمه، علشان هو عايش في الصحراء الحارة، فهو عاوز حاجة تبرد جسمه علشان يقدر يفقد بيها الحرارة، فالتكيف ده بيساعده على البقاء في الصحراء. تاني حاجة وهي شكل الأذن. شكل الأذن زي الصورة كده بتساعده علشان يسمع الأصوات وحتى الأصوات الصغيرة، وبالتالي هو عنده حاسة سمع قوية جدا، يعني أي حاجة ماشية من جنبه كده يسمعها حتى لو ماشية بتتسحب. ده بيساعده على ايه؟ ده بيساعده علشان يقدر يصطاد الفريسة وياكلها. يبقى شكل الأذن بتقوي حاسة السمع وبتساعده على الصيد. تالت حاجة وهي الفراء البنية. والفراء البنية بتساعده على حاجتين: بتساعده على التخفي وكمان بتحميه من الشمس الحارقة. يبقى كده الأذن بتساعده على ايه؟
بتساعده على إنه يسمع الأصوات الكبيرة والصغيرة علشان يقدر يصطاد، وكمان طويلة علشان تقدر تبرد جسمه. يبقى شكلها علشان يقدر يسمع، وطويلة علشان يقدر يبرد جسمه. تاني حاجة فراءه بنية علشان يقدر يتخفى ويصطاد الحيوانات، وكمان خفيفة علشان تحميه من الحر. يبقى الأذن والفراء موجودة في جسمه، حاجة مخلوق بيها، يبقى كده تكيف تركيبي. أما بقى التكيف السلوكي ده حاجة هو قرر يعملها علشان يقدر يتكيف مع الظروف الصعبة. طيب ايه الحاجة اللي هو عملها؟ أول حاجة بيعيش في الجحور، وده قرار هو خده. طب خده ليه؟ علشان يقدر يحافظ على برودة جسمه، لأن زي ما احنا عارفين إن الصحراء الجو فيها حار جدا جدا. تاني حاجة وهي تنوع الغذاء. ليه؟ لندرة الغذاء المتوفرة في الصحراء، لأن زي ما احنا عارفين صحراء يعني ما فيهاش غذاء، فهو بيعمل ايه؟ أي حاجة قدامه بياكلها، حشرات، فواكه، نباتات، أي حاجة بياكلها. علشان كده هو بيلاقي أكل بسهولة، وبالتالي بيقدر يعيش في الصحراء. تالت حاجة وهي اللهث مثل الكلاب. زي ما احنا طبعا عارفين ان الكلب بيلهث، زي ما خدنا كده في الدرس الأول، بيلهث وبيطلع لسانه عدة مرات في الدقيقة. ليه؟ علشان يقدر يبرد جسمه. فبرضه الثعلب بيبرد جسمه ازاي؟ انه بيطلع لسانه عدة مرات في الدقيقة، لأن الجو في الصحراء حار جدا جدا، وكمان بيصل معدل التنفس إلى 700 مرة في الدقيقة. يعني الدقيقة الواحدة بيتنفس فيها 700 نفس. علشان ايه؟ علشان يقدر يحافظ على برودة جسمه. يبقى ثعلب الفنك بيعمل ايه من التكيفات السلوكية علشان يقدر يعيش؟ بيعيش في الجحور، وبينوع الغذاء، وبيلهث مثل الكلاب. تاني ثعلب وهو الثعلب القطبي. لون الفراء بتاعته بتتغير، في فصل الصيف بتبقى لون، وفي فصل الشتاء بتبقى لون. في فصل الشتاء لون فراءه أبيض زي الجليد علشان يقدر يتخفى ويصطاد الفريسة. وفي الصيف بتبقى فراءه داكنة علشان البيئة اللي حواليه اتغيرت، فعلشان كده فراءه اتغيرت. ليه؟ علشان يقدر يتخفى ويصطاد الفريسة. لو كانت فراءه أبيض مش هيعرف يتخفى، وكذلك برضو لو كان في الشتاء، لو كان داكن مش هيعرف يتخفى ومش هيعرف يصطاد، كده مش هيعرف يعيش. فعلشان كده ربنا جعل في فصل الصيف لون، وفي فصل الشتاء لون. يبقى كده الثعلب فراءه بتتغير حسب هو كان في الشتاء أو كان في الصيف. ليه؟ علشان يقدر يتخفى ويصطاد الفريسة. طيب كده الثعلب القطبي بيعيش فين؟ بيعيش في الصحراء الباردة. زي كده ما احنا لسه قايلين ان في نوعين من الصحراء، صحراء حارة وصحراء باردة. هو بقى بيعيش في الصحراء الباردة، والثعلب الفنك بيعيش في الصحراء الحارة. يبقى كده هو بيعيش في صحراء التندرة الباردة الجافة. يعني ايه جافة؟ يعني مفيهاش مطر. طالما هو عايش في بيئة برد، يبقى كده لازم يكون عنده بعض التكيفات السلوكية والتركيبية علشان يقدر يعيش في الجو ده. ايه بقى التكيفات التركيبية اللي عنده؟ أول حاجة أذنان وسيقان قصيرة. ليه؟ علشان تحافظ على درجة حرارة جسمه، علشان يقدر يشعر بالدفء. أذن ثعلب الفنك طويلة ليه؟ علشان يفقد الحرارة. أما بقى أذن الثعلب القطبي قصيرة. ليه؟ علشان يحافظ على الحرارة.
فهو عاوز الحرارة دي علشان يدفي نفسه. تاني حاجة شكل الأذن. شكل الأذن كده علشان تقوي حاسة السمع. شكل الأذن عامة يعني مش كبيرة ولا صغيرة، لا، شكل الأذن عامة هي اللي بتقوي حاسة السمع علشان يقدر يسمع الأصوات الصغيرة علشان يعرف يصطاد. تالت حاجة فراء كثيفة. فراء كثيفة ليه؟ علشان يحمي نفسه من البرد، لأن الجو في التندرة برد جدا جدا، علشان كده ربنا أنعم عليه بالفراء الكثيفة علشان تدفيه. لأن كمان صحراء التندرة الحرارة فيها بتنخفض إلى 50 درجة تحت الصفر، وده بيبقى برد جدا جدا. تخيلوا معايا لو درجة الحرارة وصلت لصفر، المية كلها تتجمد وأي حاجة تتجمد. ده بسبب ايه؟ بسبب انخفاض درجة الحرارة. ده بقى لو وصلت للصفر، فتخيلوا بقى لو كمان وصلت 50 درجة تحت الصفر، فده يبقى برد جدا جدا جدا. فالتكيفات اللي عنده بتساعده على انه يعيش في الجو ده. طيب تاني حاجة ايه هي التكيفات السلوكية اللي هو بيعملها او بيقرر يعملها علشان يقدر يتكيف؟ اول حاجة العيش في الجحور. ليه؟ علشان يقدر يدفي جسمه. زي مثلا ثعلب الفنك بيعيش في الجحور علشان يتجنب الحرارة العالية، لان ثعلب الفنك عايش في الصحراء والحرارة بتبقى عالية. برضو ثعلب القطبي بيبقى عايش في الصحراء الباردة والجو بيبقى برد جدا جدا، علشان كده هو بيعيش في الجحور. تاني حاجة تنوع الغذاء، وده علشان يقدر يتغلب على مشكلة ندرة الغذاء، لأن هو عايش في الصحراء. يعني ايه صحراء؟ يعني مفيهاش أكل، مفيهاش شرب، مفيهاش أي حاجة، فهو بياكل أي حاجة علشان يقدر يعيش. وبكده بنكون خلصنا نص الدرس التاني من مفهوم التكيف والبقاء. إن شاء الله هنزل ليكم الجزء التاني منه في أقرب وقت، بس ما تنسوش تراجعوا على الدرس الأول لأن المعلومات بتبقى مترابطة. وإلى اللقاء في فيديو آخر.